أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، استكمالا لما بدأناه من قراءة وشرح كتاب ملخص السيرة للشيخ محمد هارون رحمه الله تعالى، نستكمل القراءة على بركة الله تعالى. القسم الثاني من ملخص السيرة النبوية: الغزوات. أسباب الغزوات. قال الشيخ: أسباب الغزوات ومشروعية القتال. بعد أن استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان بها اليهود من بني قينقاع والنضير وقريظة والنضير، أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم على دينهم، أو أقرهم عليه الصلاة والسلام على دينهم وأموالهم. ومعنى أقرهم هنا يعني أبقاهم على هذا الدين، يعني لم يجبرهم أن يدخلوا في الإسلام، وليس الإقرار معناه التصديق لدينهم، إنما أقرهم على دينهم يعني أبقاهم على دينهم دون إكراه أن يدخلوا في الإسلام. واشترط لهم وعليهم شروطا كما هو معروف في السيرة بصحيفة أو وثيقة المدينة، وكانوا مع ذلك يظهرون العداوة والبغضاء للمسلمين. وطبعا هذا طبع في اليهود من طباعهم أنهم يغدرون ويمكرون وينافقون، فهذا من طبعهم أنهم كانوا يظهرون للمسلمين شيئا ولكن يظهرون لهم الكراهية والعدوان والبغضاء. قال: وكانوا يظهرون العداوة، وكانوا مع ذلك يظهرون العداوة والبغضاء للمسلمين، ويساعدهم جماعة من العرب في المدينة. وكانوا يظهرون الإسلام وهم في الباطن كفار، وكانوا يعرفون بالمنافقين، ورأس المنافقين من عبد الله بن أبي بن سلول. وقد قبل صلى الله عليه وسلم من هاتين الفئتين، يعني من اليهود ومن المنافقين، ظواهرهم. يعني كان النبي يقول لنا: إنما نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، يعني قبل ظواهرهم أي تعامل معهم على الظاهر، فلم يحاربهم ولم يحاربوه، بل كان يقاوم الإنكار بالحجج الدامغة والحكم البالغة، ولم يكن يقاتل أحدا على الدخول في دين الله، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو إليه ويجاهد في سبيله بإقامة ساطعة الحجج وقاطع البراهين. وفي هذا الكلام رد على من ادعى أن الإسلام انتشر بحد السيف، فكأن الشيخ يرد هنا على هؤلاء الذين يقولون أن الإسلام انتشر بحد السيف. يقول: ما كان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يكره أحدا على الإسلام، ولا يكره اليهود، ولم يكره المنافقين على الإسلام، فتعامل على ظواهرهم، وكان يعني يجادلهم بالتي أحسن ويقرأ الحجة بالحجة. ولكن لما كانت قريش أمة معادية له، مقاومة له ولدعوته ومعارضة له فيها، وقد آذته وآذت المسلمين وأخرجتهم من ديارهم واستولت على ما تركوه بمكة من الأموال، وآذت المستضعفين الذين لم يقدروا على الهجرة، أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم. إذن الحكمة من فرض القتال
أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعرضوا للظلم من قريش، فإن قريش قد استولت على أموال المسلمين وقبضوا من ديارهم وأخذوا ديارهم وأخذوا تجارتهم وأخذوا أموالهم سلبا ونهبا. فلما ظلم المسلمون ظلما بينا أذن الله تعالى أن يكون لهذا الدين شوكة وقوة ومنع، فأذن لرسوله أن يقاتل هؤلاء الذين اعتدوا عليه وعلى دعوته. وقال وقتال كل معاند صاد عن الدعوة. الحكمة أولا لرد العدوان، حكمة من القتال لرد العدوان ولرد المعتدي الذي يعاند ويعارض الدعوة الإسلامية. فأول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من ذلك مصادرة تجارة قريش التي كانوا يذهبون بها إلى الشام والتي يتاجرون فيها. وكان بعد ذلك عندما تدعو الحال لقتال من يقف في وجه الدعوة من قريش أو غيرهم يخرج إلى القتال بنفسه، ومعه المقاتلون من المسلمين، وتارة يبعث من المقاتلين من يختار لقيادته. وقد سمي المؤرخون ما خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة، سواء حارب فيها أم لم يحارب. وسموا ما بعث فيه أحد القوات سرية. يبقى الفرق بين الغزوة والسرية أن السرية حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، الغزوة حضرها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قاتل فيها أو لم يقاتل، يعني هو قائدها، فدي تسمى غزوة. ولكن أرسل سرية وأمر عليها أحدا دون أن يخرج معه، ده اسمها سرية. فالغزوة ما شهدها النبي، والسرية هي التي لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي السنة الأولى من الهجرة بعث سريتين، يعني السنة الأولى ما خرجش في غزوة من الغزوات. وفي السنة الثانية غزا بنفسه 7 غزوات، وبعث سرية واحدة، وأكبر غزواته يعني أكبر غزوات السنة الثانية أو أشهر الغزوات غزوة بدر. وفي السنة الثالثة غزا بنفسه 4 غزوات، وبعث سرية واحدة، وأهم غزواته عن السنة الثالثة أحد. وفي السنة الرابعة غزا صلى الله عليه وسلم 3 غزوات، وبعث 3 سرايا. وفي السنة الخامسة غزا 4 غزوات، وأشهرها غزوة الخندق. وفي السنة السادسة غزا 3 غزوات، وبعث 11 سرية. ومن غزواتها يعني من غزوات السنة السادسة غزوة الحديبية، أو بعد ذلك يسمى صلح الحديبية لأنها انتهت بالصلح. وفي السنة السابعة غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة واحدة وهي غزوة خيبر، وبعث 3 سرايا. وفي السنة الثامنة غزا 4 غزوات، وبعث 10 سرايا. وأكبر غزوات السنة الثامنة غزوة فتح مكة وغزوة حنين. وفي السنة التاسعة غزا غزوة واحدة وهي غزوة تبوك، وبعث سرية واحدة. وفي السنة العاشرة بعث سريتين وفيها حجة الوداع. وفي السنة 11 بعث سرية واحدة. فجملة الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه 27 غزوة، اللي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيها 27 غزوة. وجملة السرايا التي بعث فيها القوات ولم يخرج فيها بنفسه 35 سرية، يبقى 27 غزوة و35 سرية. عنوان غزوة بدر الكبرى. كان من عادة قريش أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبيع وتشتري، فتمر في ذهابها وإيابها بطريق المدينة. ففي شهر جمادى الثانية من السنة الثانية للهجرة
بعثت قريش بأعظم تجارة لها إلى الشام في عير كبير. العير اللي هو الركب أو القافلة الكبيرة. خرج بها أبو سفيان الحرب، طبعا قبل أن يسلم هذا الكلام، في 30 رجلا من قريش. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم. يعني هنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم بقصد رد المظالم التي نهبتها قريش من أيدي قريش. يعني خروج النبي لم يكن للقتال المسلح، إنما لرد المظالم التي أخذتها قريش وتتاجر وتكسب في أموال المسلمين. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى عير قريش في 150 رجلا من المهاجرين، فلم يدركهم القافلة. قيل إن أبو سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ طريقا آخر وهرب بقافلته وعيره. ولما علم برجوعهم من الشام خرج أيضا إليهم في العشر الأوائل من شهر رمضان في 314 رجل، 314 رجل من المهاجرين والأنصار مع فرسان، و70 بعيرا، وسار حتى عسكر بالروحاء. الروحاء في الهامش موضع على بعد 40 ميل من جنوب المدينة، والميل يقدر بكيلو ونص، يعني على بعد تقريبا 70 كيلومتر الروحاء. وكان أبو سفيان حين قرب من الحجاز يسير محترسا، يعني ياخذ حذر. فلما علم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الطريق المسلوك وسار بساحل البحر، ثم بعث رجلا إلى مكة ليخبر قريشا ويستغفرهم لحفظ أموالهم. قالوا الحقونا التجارة عندهم هتضيع. فاستغفر من بقريش، فخرجت قريش فقام منهم 950 رجلا. 950 رجل جاءوا في طبعا أعدوا عدة القتال، فيهم 100 فارس و700 بعير. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج هذا الجمع استشار أصحابه، يعني في القتال وملاقاة هؤلاء الذين 950 في مقابلة 314، يعني ما فيش كفة متوازية. العدد في صالح المشركين والعدد أيضا في صالح المشركين من الفرسان والعير، بينما كان المسلمون قلة. فاستشار صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشاروا عليه بالإقدام، لأننا خارجين خلاص، خرجنا للقتال. فارتحل حتى وصل قريبا من وادي بدر، فبلغه أن أبا سفيان قد نجا بالتجارة وأن قريشا وراء الوادي، لأن أبا جهل أشار عليهم بعد أن علموا بنجاة العير ألا يرجعوا حتى يصلوا بدرا فيمحون ويطعمون الطعام ويسقوا الخمور فتسمع بهم العرب فتهابوا أبدا. يعني هم عرفوا أن القافلة خلاص نجت بتاع أبي سفيان، لا، كبرهم وعنادهم قال لك احنا هنروح على مشارف يثرب اللي هي المدينة المنورة وهنضرب الخيام ونغني ونشرب الخمر حتى تهاب العرب ونحن كده انتصرنا انتصار معنى. فسار جيش المشركين حتى نزلوا بالعدوة القصوى. العدوة عدوة الوادي يعني الشاطئ الواضي، شاطئ الوادي. القصوى يعني العدوة البعيدة، والدنيا العدوة القريبة. فكانوا بالشاطئ الوادي البعيد من الوادي، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالعدوة الدنيا يعني قريب من المدينة، ولم يكن بها ماء، فأرسل الله تعالى الغيث حتى سال الوادي، فشرب المسلمون وملأ أسقيتهم وتلبدت الأرض حتى سهل المسير فيها. يعني المية لما نزلت الأمطار لم تكن سيول عارمة، إنما جاءت حتى يتهيأ لهم المسير أيضا على الأرض.
أما الجهة التي كان بها المشركون فإن المطر أوحالها غرقها، عشان طبعا معروف أن الأوحال لا تسير فيها الدواب عادة بمثل ما تسير في الأرض اللي هي يعني جافة، فصار وحلا. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى نزل بأقرب ماء من القوم، وأمر ببناء حوض يملأ ماء لجيشه، كما أمر أن يغور ما وراءه، يعني أي عين يغوروها، يعني الغور يعني يجففها أو يغمس معالمها، يعني هذه العين غارت يعني ما فيش ميه فيها، تمام؟ أي بعد الماء منها، تمام؟ فغارت العيون يعني بعد الماء، فغور هذه الآبار حتى لا يشرب هؤلاء المشركون. دي من حكمة وسياسة الحرب، إن أنا أقطع الإمداد والتمويل على العدو، تمام؟ ده برضه سلاح من سلاح المسلمين، تمام؟ فتقدم صلى الله عليه وسلم حتى نزل بأقرب ماء من القوم، وأمر ببناء حوض علشان يوفر ماء لجيشه صلى الله عليه وسلم، كما أمر بأن يغور أو يغور ما وراءه من الآبار حتى ينقطع أمل المشركين في الشرب من وراء المسلمين. ثم أذن لأصحابه صلى الله عليه وسلم أن يبنوا له عريشا. العريش هو ما يصنع من خوص وجريد النخل يصلى به حتى تكون غرفة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يصاب بالشمس، وحتى تكون غرفة القيادة، ما يسمى بالعصر الحديث غرفة القيادة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا له عريشا، منه يلاحظ المشركين على بعد، ومنه يوجه الأوامر صلى الله عليه وسلم لجيشه. يأوي إليه يعني من حرارة الشمس، فبنى له فوق ثدي المشرف على ميدان القتال، بني له صلى الله عليه وسلم. فلما تراءى الجيشان، وكان ذلك في الهمش، وكان ذلك في صبيحة يوم الثلاثاء 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة، يعني أول مواجهة مسلحة كانت بين رسول الله مباشرة وبين أعدائه من المشركين كانت في 17 رمضان في السنة الثانية، وهي غزوة بدر الكبرى. تمام؟ قام صلى الله عليه وسلم فلما تراءى الجيشان قام صلى الله عليه وسلم بتعديل الصفوف جيشه حتى صاروا كالبنيان المرصوص، ونظر لقريش فقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك. تحادك يعني تعاند، أمرك يا رب، تمام؟ يحادون الله يعني يعاندون أمر الله. فقال هؤلاء قريش يا رب جاءوا يحادونك، يعاندون ويتكبرون ويكفرون ويكذبون رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العصيب حينما التقى الجمعان والتقى وتراءى الجيشان لجأ النبي إلى الله. وفي هذا الموقف نأخذ درس أن مهما اشتدت بك الأزمات وتلاهمت بك الأمور وصعبت عليك الخضوع فقل يا رب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الموقف في يوم بدر قال: اللهم هذه قريش خرجت بخيلائها وعيرها تحاد يا رب، تكذب دينك تعاند وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني. فحينما تشتد بك الامور يا رب الجا الى الله بالدعاء، وخاصه عند ما تضيق بك السبل من الناس، واذا اقفل الناس ابوابهم في وجهك فان بابا لا يقفل في وجهك ابدا وهو باب ربك. ثم برز ثلاث
من صفوف المشركين، 3 قتلوا وهم عتبة بن ربيعة وابن الوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة، وطلبوا من يخرج إليه، يعني هم طبعا خرجوا في كبرياء وعزة وأنفة، وقالوا هل لا يخرج إلينا من يبارزنا؟ فخرج لهم 3 من الأنصار، فقال المشركون، شوف كده، يعني حتى في مواجهة لا احنا مش عايزين نبارز الأنصار، إنما يبارزنا من هو كفء لنا في قومه، اللي مشيوا من عندنا هم اللي يبارزونا. فقال المشركون إنما كنا ننظر أكفاءنا من بني عمنا، أي من القرشيين، يعني اللي يطلع لنا من قريش. حتى في أخلاقيات القتال في العرب كانت لهم عادات ان الجيوش ما تلتقيش اولا باول، انما يخرج الصفوه من هنا والصفوه من هنا، ثم يتبارز هؤلاء القله، فاذا كانت الغلبه صار الالتحام بين الجيوش. وكذلك دعوا ان يقاتلوا ابناء عمومتهم علشان ما يقولوش انكم انتم رايحين تقاتلوا ناس في بلادهم، لأنه احنا عايزين اللي هم طلعوا من بلدنا. تمام. فبرز لهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبيدة بن الحارث ابن عم النبي، الحارث ابن عبد المطلب يعني ابن عم النبي، وعلي بن أبي طالب ابن عم النبي، يعني 2 ابناء عمومة سيدنا النبي وعمه. فكان حمزة بإزاء شيبة، يعني هو اللي توجه لشيبة، وكان عبيدة بإزاء عتبة اللي هو عتبة وشيبة اخوات، والوليد ابن عتبة. فالاثنين الكبار التقوا بالاثنين الكبار، والشباب اللي هو سيدنا علي التقى بالوليد وهو شاب ايضا. فأما حمزة وكان علي بإزاء الوليد، يعني مبارزا للوليد. فأما حمزة وعلي فقد أجهز كل منهما على مبارزة، يعني قتل حمزة قتل شيبة، وعلي قتل مين؟ الوليد بن عتبة. وأما عبيدة فقد ضرب صاحبه ضربة لم تمته، وضربه صاحبه ضربة مثلها، يعني ده طعن ده وده طعن ده. فجاء علي وحمزة فأجهزوا على مبارزه، يعني عتبة بن ربيعة، يعني 3 المشركين ماتوا. وحمل عبيدة وهو جريح إلى صفوف المسلمين، وبعد كده مات من آثار هذه الجروح أو هذه البيعة. ثم بدأ الهجوم، فخرج صلى الله عليه وسلم من العريش يشجع الناس ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وأخذ من الحصباء حفنة، يعني من التراب أو من الرمال، وألقاها في وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه، يعني قبحت هذه وجوه المشركين. ثم قال لأصحابه شدوا عليهم، فحمي الوطيس. ما معنى الوطيس؟ أي اشتد الحرب. تمام. وأمد الله المسلمين بملائكة النصر، فلم تكن إلا ساعة حتى انهزم المشركون وولوا الأدبار، وتبعهم المسلمون يقتلون ويحسدون، فقتلوا منهم 70 رجلا، وأسروا 70 بين القتلى كثيرون من صناديدهم. صناديدهم يعني قبضائهم والمشهورين بعنادهم. ولما انتهت الموقعة أمر عليه الصلاة والسلام بدفن الشهداء من المسلمين، كما أمر بإلقاء القتلى من المشركين في قليب بدر. المشركين خلاهم كلهم مع بعض فيما يسمى بقليب بدر، وحتى النبي قال لهم ها أنا وجدت ما وعدني ربي حقا. تمام. أما الذين استشهدوا طبعا الشهيد لا يغسل ولا يكفر، وإنما يصلى عليه ودفنوا في موقع بدر، وهي إلى الآن تزار، ومنها قبر سيدنا حمزة.
ولم يستشهد من المسلمين سوى 14 رجلا رضي الله عنه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم، طبعا استشهد سيدنا حمزة فيما بعد يعني. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم فجمعت، وأرسل من أهل المدينة بالنصر، معشر أهل المدينة بالنصر، ثم عاد عليه الصلاة والسلام بالغنائم والأسرى إلى المدينة، فقسم الغنائم بين المهاجرين ومن في حكمهم من المخلفين لمصلحة، وحفظ الورثة الشهداء أسرهم. أما الأسرى فرأى بعد أن استشار أصحابه فيهم أن يستبقيهم، يعني ما يقتلهمش ويقبل الفداء. معروف الفداء يعني مال يدفع عشان الإنسان يفتدي به نفسه، تمام؟ من قريش عمن تريد فداءه، فبعثت قريش بالمال لفداء مسالها، كل واحد ليه قريب بعت فلوس عشان ياخذ قريب، فكان فداء الرجل من 1000 درهم إلى 4000 درهم بحسب منزلته. ولم يكن معه فداء، ومن لم يكن معه فداء وهو يحسن القراءة والكتابة أعطوه 10 من غلمان المسلمين يعلمهم، فكان ذلك فداء. وكان من الأسرى، يعني أسرى بدر، العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعفيه النبي صلى الله عليه وسلم من الفداء، مع أنه إنما خرج لهذه الحرب مكرها.